صباع كفته يتغذى عليه. كان قاعد مين قدامه؟ الجنرالات، وسقفوا له. وانا فاكر في الفيديو ده ان الراجل قال انا اتعرض عليا 2 مليار والمخابرات العامه المصريه خطفتني وجابتني. وده احنا قاعدين نستنى صباع الكفته من يوميها لحد النهارده، وبقت فضيحه علميه تسيء للقوات المسلحه. القوات المسلحه اللي هي بتاعتنا احنا. يعني انتوا يا جنرالات اسأتوا لقواتنا المسلحه، اسأتوا لجنودنا البواسل. ده كان اول القصيده، وبعدها قصائد وهميه كلها، واخرتها بقى صبح على مصر بجنيه. صبح على مصر بجنيه دي مش سياسه اقتصاديه ولا رؤيه اقتصاديه. صبح على مصر بجنيه دي سياسه ثانيه الكتعه. وفي الاخر يقول لنا احنا كشعب مطحون صبح على مصر بجنيه. شفتوا ليه الدولار وصل ل 10 جنيه؟ شفتوا ليه الجنيه قيمته قلت؟ واحنا كمان كشعب قيمتنا قلت. بعد ده كله يقول لك عندنا 7 مليون موظف عاوزين منهم مليون بس. طب ندفن التانيين يعني؟ ندفنهم؟ عارفين مين اللي قال كده ولا لا؟ اكيد صاحب النظريه الاقتصاديه، نظريه ثانيه الكتعه. ما تورونا الفيديو يا اخوانا عشان ما بقاش كذاب، عشان نفكر الناس بيه، ما بقاش جايب حاجه من عندي وبدعها على حد. نشوف الفيديو على الشاشه. مرتبات الناس، وبقول لكم تاني وبسمع كل المصريين، اذا كان عندنا ما يقرب من 7 مليون موظف في الحكومه، فمليون منهم كفايه. مليون منهم كفايه. طب مرتبات الناس مزعلاك، ها؟ وعايز تختصر ال7 مليون لمليون بس، الباقي يروح فين؟ طب ومرتبات البنوك والرؤساء ومرتبات كنتوا، ها؟ بتاعت المرتبات بتاعتكم انتم اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه. ولا انتوا ما بتاخدوش مرتبات؟ حساب مفتوح على الهوا كده. ما هو مقدراتنا وقوتنا في ايديكم. على البركه. اشوفكم بعد الفاصل.